جربت قبل كده فطير مشلتت بالتفاح والكراميل؟ طب جربت تشرب قهوة رجالي؟ تعالوا بقى أعرفكم على سكوا جوي، أكتر مكان بيعمل اختراعات جامدة وميكسات مش هتلاقيها غير عندهم. دي فطير مشلتت ميكس جبن بالشيتوس، طعم الفطير بالسمن البلدي مع الجبنة والشيتوس جامد قوي. ودي بقى نفس الفطيرة بس هنا قرروا إنها تبقى حلو وخلوها بالتفاح والكراميل. وعندهم كمان كرواسون ميكس لحوم مدخن، تركي وروز بيف وشيدر، كله مدخن يا باشا. ده بقى للفطار الرايق مع كوباية القهوة. بمناسبة القهوة بقى عندهم قهوة رجالي وقهوة حريمي، والقهوة دي اللي أنا جربتها ليمون نعناع، وطعمها كان مختلف قوي، وده لو حبيت تجرب حاجة جديدة من عندهم. والقهوة بتتعمل على الرمالة. ندخل بقى على الحلو والحلويات، لازم تجربوا عندهم الباور بومب، بيبقى بطاطا مع زبدة فول سوداني وموز ونوتيلا وإمانديم ومارشميلو، ربع كيلو مكونات. هات الكمك. وعاملين كمان فتة آيس كريم، بيبقى فيها 4 أنواع فاكهة وتوست محمص ونوعين آيس كريم مع شوية صوصات، وده خلاني وأنا باكل كل معلقة طالعة مش زي التانية. ولو هتشربوا حاجة من هناك لازم تجربوا المالتيزرز لوتس تويست، بيبقى اسبريسو مع لوتس ولبن وشوكولاته. مالتيزرز انصحكم تسيبوها للاخر، ما تاكلوهاش في الاول. ولو انتم من الناس اللي بتحب الاسبريسو جربوا بقى الكافي مولت، ده روقان، شوت اسبريسو مع شويه شعير بيدمجوا مع بعض يعملوا عظمه. ونختم بقى باكتر حاجه انا ادمنتها هناك، الميلك تشيك بوستاشيو. فعلا الخامات اللي هم بيستخدموها جامده جدا وطعمه كان رهيب. اعمل لي بقى فولو ومنشن صاحبك اللي هيروح معاك وقول لي ناوي تجرب ايه.